تعالوا شوفوا النهارده نزلت جبت اللبس الشتوي للبنات، لقيت الاسعار غاليه جدا، وهخليهم كمان يقيسوهم علشان اشوف المقاسات مظبوطه عليهم ولا لا. كنت واخده معايا شويه فلوس، كنت مفكره انها تكفي، لا كفت ولا وفت، وكنت مفكره نفسي هجيب حاجات كتير. رجعت من السوق وجايبه يا دوبك كام حاجه كده. تعالوا شوفوهم. الاسعار غاليه جدا جدا، واقول لكم اسعار كل حاجه بالظبط. كل قطعه انا جبتها بالسعر بتاعها. كملوا معايا الفيديو للاخر، وان شاء الله النهارده الفيديو هننزل يعجبكم نجيب جدا اللبس جدا. الشتوي علشان اللبس الخروج لقيته ناقص كده ومش كامل، في حاجات كتيره مش موجوده عندهم، فقلت انزل اجيب لهم بقى ايه شويه حاجات كده. كنت مفكره ان الاسعار رخيصه، طلعت الاسعار غاليه جدا. ما كنتش متوقعه بصراحه السعر ده. سعر القطعه غالي للدرجه دي. فالحمد لله بقى. المقدمه خدتني يا حبايبي، ونستسلم عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، عايزه رايكم في التعليقات، وتكتبوا لي في الكومنتات تحت ايه اكتر حاجه عجبتكم وسعرها مناسب. ولو في برضو حاجات تانية في اماكن تانية في اسعار ارخص من كده، اكتبوا لي برضو تحت في الكومنتات. كلنا برضو ايه بنتعلم من بعض وبنشوف الصالح لبعض. بصوا، انا جبت بقى ايه كل مجموعه كده من الدريسات الشتوي. الصوف على على الكوريشه على الميلتو كده زي ما انتم شايفين. جبت بقى البنت بقى الكبيره 3 دريسات والاصغر جبت لها فيست ودريس 2، وجبت كمان الصغيره تيشيرت اهوت. دلوقتي هيقيسوا بقى عشان يشوفوا اشوف المقاسات مظبوطه ولا لا. وقلت اصور لكم علشان تشوفوا كل حاجه. طبعا القطعه على الدريس بيتلبس على المقاس غير لما متعلق كده. انتوا عارفين ان انا كنت شايفاه ما كانش عاجبني خالص، هو شكله كده يعني متعلق كده وخلاص على الشماعة. بس طبعا الحاجة على اللبس غير. ما تقوليش ان الحاجة وحشة ومش عاجباكي غير لما تلبسيها وتقيسيها كمان وتشوفي شكلك فيها. هتعرفي هي مظبوطة عليكي ومناسبة شكلها حلو ولا لا. دوت اول درس معايا اهوت، بصوا. ودوت كمان تاني واحد. دوت كروشيه اهوت، الكم ده لون وده قصته بصراحة دي كانت عاجباني وجميلة جدا، وكان عاجبني لونه. بس ما كانش عاجب بنتي بصراحة، بس انا اصريت ان انا اشتريه. الدرس اللي فات اللي قبل ده جايباه ب275 جنيه، وده برضو ب275 جنيه. طبعا ديت الحاجات اللي لقيتها، الموديلات اللي نازلة الشتا ده. في طبعا حاجات تانية كتير، بس طبعا الفلوس ما كفتش ان انا اجيب اي حاجة غير كده. ما اكدبش عليكم يعني. فقلت خلاص كل واحده اجيب لها بقى كده كام حاجه، وربنا يسهل على تصفيه الشتاء. لو ربنا برضو سهل بفلوس ابقى اجيب لهم حاجات بقى من تصفيه الشتاء. خليكي واعيه، لما تشتري الحاجه في تصفيه الشتاء بتبقى احسن ما تشتريها دلوقتي. دلوقتي الاسعار غاليه جدا. ده برضو الدرس ده ب275. الاسعار غاليه جدا، انما انتي خلي برضو معاكي قرش لو انتي تيجي تصفية الشتاء او تصفية الصيف. بتبقى الاسعار رخيصة وبيبقى نازل عليها تخفيضات، لان طبعا المحلات بتبقى عايزة تنزل اللبس بتاع الصيف، فبتبقى الحاجات رخيصة. بصوا ده برضو نفس الدرس نفس التصميم، ما عدا بس السلسلة بتاعته هي اللي مختلفة شوية والحزام، بس هو اللون هو اللي مختلف. وبرضو ده ب275. بصوا بقى، ده جميل برضو، اللون ده برضو كان عاجبني. زي ما قلت لكم مش عارفه بصراحه كل الحاجات ديت ما كانتش عجباني كده، بس اما هم قاسوها بصراحه لقيتها حلوه وجميله. وكل محتاجه بقى رايكم في الكومنتات. الاسعار غاليه جدا، انا ما كنتش مفكره كده بصراحه. انا قلت اروح اجيب بقى الدرس كده ب200 جنيه، الاقي حاجات مثلا ب150 جنيه. هجيب بقى كذا حاجه، اجيب مثلا 10 ولا حاجه. رحت لقيت مفيش اي حاجه من اللي في دماغي ديت اصلا. بس الحمد لله. قلت اراضي بناتي كل واحده اجيب لها برضو حاجتين. وخلاص هما كده كده عندهم اللبس الداخلي موجود، فمش محتاجه ان انا اجيبه. فهو الحاجات اللي ناقصه هي اللي انا بجيبها بس. اللبس اللي هو الخروج هو ده اللي ناقص. طبعا هما بيروحوا بقى الدروس وكده، فبيبقوا محتاجين حاجه يلبسوها تكون حاجه كويسه. بصراحه بقى ما اخبيش عليكم، ايه رايكم بقى في الحمد لله ان الدرسين دول؟ البنات اكتبوا بقى تحت في الكومنتات اهيت. خشي بقى انت الدرسات دي هتبقى برضو موجوده. يعني كل سنه الواحد لو بيجيب لهم حاجه درسين 3 فيستين مش عارفه ميني دريس مش عارفه هتبص تلاقي ان هم بقى عندهم مجموعه حاجات ويريحوني بقى من النزول والشراء والمصاريف. بصوا بقى، ده كان صوف اهوت. ده الدرس ده صوف اهوت زي ما انتوا كده شايفينه. ده كان جميل برضو. ده كان عاجبني برضو لونه. وبصوا
ده عجبني قوي كان حلو. ده بقى كان جاي في تصفية الشتاء ب160 جنيه اللي انتوا شايفينه ده. عارفة الاسعار بقت عاملة كده ليه، الواحد مبقاش عارف يمشي ولا يشتري حاجة بصراحة. كده كده عندهم اللبس البيتي موجود. وفي البيت مش مشكلة بيلبسوا اي حاجة. الدرس بقى الفوش ده زي ما انتوا شايفينه ده كان جاي كمان في التصفية بتاع الشتوي بتاع السنة اللي فاتت. الدرس ده كنت جايباه ب150 جنيه. بصوا بقى الواحد لو هتشتري دلوقتي في الايام ديت مش هيكفيه 250 جنيه. ده كريشة قماشته كلها كريشة كلها. وطبعا الدرس سادة هوت زي ما انتوا شايفين، حتى الحزام بتاعه سادة وفي جيبين كده من قدام، والسلسلة هي بتاعته. الاكسسوار دوت ما بشتروهوش، بيبقى جاي مع الدرس نفسه. وادي الظهر اهوت بتاعه، بس هو بصراحة شكله حلو جدا في اللبس، وبعدين لونه زاهي كده، ولون الزاهي دي بتبقى حلوة كده، بتبقى ايه حاجة جميلة. قولوا بقى رأيكم فيه ايه. نخش بقى على اللبس التاني بتاع بنت الصغيرة اهيت. جبت لها بقى البنطلون الجينز دوت جايباه ب160 جنيه. وبعد كده بقى جبت التيشيرت ده. التيشيرتات ديت نازلة جميلة اهيت زي ما انتوا شايفين. في منها كذا لون وكذا مقاس، بس بصراحة اللون ده اللي عجبني. بقيت محتارة ما بين لونين، بس عشان طبعا الفلوس فقلت اخد القطعة دي بس. واما ربنا يسهل ابقى اجيب لها كمان واحد غيره، مفيش مشكلة خالص. بصوا بقى. البنات بصراحة كانت فرحانة، بتبقى فرحانة جدا شايفين البنت الصغيرة دي بترقص هي فرحانة بالهدوم الجديدة اهي. انا بقى كمان قلت مفيش مشكلة بقى ايه، ممكن يمشوا بقى الهدوم دي تمشي الشتوي وتمشي كمان العيد، لان محدش عارف على العيد هقدر ان انا اجيبهم ولا لأ، فمفيش مشكلة. الحمد لله. شايفين بقى شكل التيشيرت عامل ازاي. انا بصراحة خايفة كنت خايفة اشتري برضو الموديل ده، لان كان خايفة من غسيله وكده، وخايفة ان هو ينسر او كده. وادي الظهر بتاعه هوت. بصراحة لا، الحاجة في اللبس غير ما هي محطوطة كده متعلقة على المكان او على الشماعة وخلاص. عايزة اقول لكم بقى ان انا كنت جايبة ده اللهم صل على النبي ب260 جنيه. البنطلون ب160 والتيشيرت ب260. مش شراء بقى الدريسات والحاجات دي بتريح بتوفر في كتير في الفلوس. يعني دلوقتي اصلا هما الاتنين معدين 400 جنيه. يلا بقى يا حبايبي، لو ما نزلتوش تشتروا اللبس الشتوي وانزلوا اشتروه، ولو في اماكن رخيصه اكتبولي في التعليقات ينوبكوا ثواب. وان شاء الله يكون اللبس عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. واكتبولي بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجه عجبتكم، وقولولي بقى كمان جبتوا اللبس الشتوي لولادكم ولا لسه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش تحطوا اللايك وتشيروا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.